عسلامة، مرحبا بيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم غوسيت توست، أما مش أي غوسيت. الغوسيت هذه من أنجح لي غوسيت تاع توست نجموا تجربوها. شوفوها تبارك الله كيف يجي اون مش شارين من برا. الغوسيت هذه بلاش مواد حافظة، يعني تنجموا تدلوا بيها صغاركم، تعملوا بيهم سندويتشات الكوتي ولا تاكلوهم في فطور الصباح. وباش نعطيكم المقادير اللي تنجموا تعملوا به بلاتو ولا اثنين، انتم قد تستحقوا. تلقاو لي ديتاي الكل مكتوبين في صندوق الوصف. تشوفوا المقادير سهلة على الاخر، موجودة في كل دار، دونك تنجموا تعملوه في اي وقت. اول حاجة باش نلذو شوية حليب، وباش نضيفوا له خميرة الخبز، وباش نخليو الخميرة تتفاعل مع الحليب مدة 5 دقائق، وكان يطلعوا لنا كعبر من الفوق يعني الخميرة متاعنا ناجحة ونجموا نكملوا الوصفة. باش نزيدوه كمية السكر الكل، خاطر كيما تعرفوا السكر يخدم كمحسن للخميرة. شفتوهم الكعابة اللي طلعوا من الفوق، هذا معناتها اللي الخميرة متاعنا ناجحة ونجم نكملوا الوصفة متاعنا. تو باش نزيد العظمات. لنا باش نخلط المواد السائلة كلهم مع بعضهم، بعد نضيف لهم المواد الجافة اللي هما الفارينة. باش نخلطهم الكل مع بعضهم باش يدخل العظام في الحليب. باش ناخذ الزبدة نتاعنا، باش نذوبها في بان ماغي ولا في الميكرووند، ونزيدها للخليط نتاع المواد السائلة نتاعنا. شوفوها الخميرة كيف خليتها لو طون اللي ذوبت الزبدة كيف زادت اتفاعلت مع الحليب. باش نخلطوا الكل مع بعضه، وتو باش نحط كمية الفرينة الكل في بول. باش نزيد لها الملح، وباش نبدا نصب تدريجيا المواد السائلة نتاعي ونخلط. الفرينة تنجموا تستحقوا الكونتيتي اللي انا كتبتها، ولا اكثر ولا اقل. انتوما والليكيد نتاعكم، انتوما والفرينة، نوع الفرينة نتاعكم اسكو تشربوا ولا لا. انا لان الفرينة نتاعي كيما ديما نقول لكم ما تشربش برشا، دونك ديما نستحق اني نزيد. وكيما نقول لكم ديما عندكم ميزانكم، يعني جوست لازمكم تركزوا في القوام الاخر، مش الفايدة راهو تطبقوا الغوسات بالضبط. لازمكم تعرفوا كيف تحصلوا على التكستور اللي تستحقوها. لأن قاعد نزيد في الحليب نتاعي، الليكيد نتاعي تدريجيا حتى اللي نخلط التكستور هيك. تو باش نحطها على البلان دو طرافاي ونعجنها شويه. كان عندكم العجينه تنجموا تعجنوا بيها، المهم لازمكم ما تعجنوهاش اقل من 10 دقائق. العجينه اللي نتحصلوا عليها لازمها تكون لاهمه، مرخوفة برشا لاهي مكبوسة برشا، ولازم تكون ما تتلصقش وطرية على الاخر. باش نعجنها بالكدا 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 باش نجم نتحصل على احسن ريزولتا نحب عليها. تو العجينة متاعي ترخفت معايا بالكدا، لان البول متاعي دهنته بشوية زيت زيتونة. وباش نحط العجينة متاعي تخمر ساعة ساعة ونص، انتوما والطقس عندكم، يعني كان باردة باش تستحقوا أكثر وقت، وكان دنيا سخونة تنجم حتى في ساعة غير ربع تخمر لكم. أنا لنا خاطر الدنيا باردة خذيت لي ساعة ونص، أما شوفوها تبارك الله كيف خمرت. كان زدتها شوي أخرى خرجت من البول أصلا. تو باش نخرج منها الهواء شوية، وباش نقسمها على لي دو بلاتو اللي باش نخدم عليهم. كما قلت لكم المقادير هذم نجموا تعملوا بهم دو بلاتو، يعني زوز خبزات. لنا باش نعمل زوز اشكال مختلفه. الشكل الاول اللي هو التوست المعروف اللي يجيكم ريكتانغولار، والشكل الثاني حبيت نعمل سبيسيال شويه. انتوما تنجموا تعملوا اي شكل يظهر لكم، تنجموا اصلا ما تعملوهمش يعني خبزه كامله مع بعضها، تنجموا تقسموهم دي ساندويتش صغار هكاك، تنجموا تعملوهم كوتي لصغاركم ويهزوهم معاهم لليكول. باش نحلها بالكدا بالكدا بالقلقال كيما تشوفوا. العجينه نتاعي ما هيش باش تلصق على البلان دو طرافاي جمله. ما تستحقوش باش ترشوا عليها فرينه ولا تحطوا لها زيت ولا اي حاجه.
جست تحلوها بالكدا بالكدا باش من بعد نعرفوا نشكلوها ونحطوها في البلاطو نتاعنا. لنا هاكا حليتها بالكدا بالكدا. تو باش ناخو الطرف نتاعها وباش نبدا نروليه بشويه بشويه، ولازمكم تكبسوا وانتم تروليو فيها باش تضمنوا اللي ما فماش هواء داخل وتجيكم ماهيش فارغه من داخل يعني. باش نريقلها في الجناب نتاعها باش تجي مستويه، وباش نسكر لها الجزء اللوطاني باش ما تحلناش، وباش نحطها في البلاطو نتاعي ونخليها تعاود تخمر مره اخرى. قلت لكم باش نغطيها وباش نخليها تخمر مدة نص ساعة لساعة غير ربع انتوما والحرارة نتاعكم في الغرفة. وتو باش ناخذ نص ثاني وزاد باش نشكلوه بطريقة أخرى كما قلت لكم، وباش نخليه زاد يخمر حتى لين يضاعف الحجم نتاعو. البلاطو الثاني حبيت نعملو على شكل سندويتشات صغارة ما يبدو لاصقين في بعضهم، على هيك شكلت بودان من العجينة وباش نبدا نقصهم دي بول صغار ونشكلهم ونحطهم زادا في البلاطو نتاعي. الكعبات نتاعي بعد قصيتهم باش نخليهم يرتاحوا دريج من زمان، ومن بعد باش نشكلهم. شفتوه تو الشكل النهائي كيفاه؟ وريتهم الفراغات هيكم تو باش نحطها تخمر باش يتعبيو كلهم باش تضعف الحجم نتاعها، ووقتها باش تكون جاهزه ان نحطوها في الفور. انا ابوبخي خليتها ساعه غير ربع، شوفوها تبارك الله كيفاه خمرت وتضاعف الحجم نتاعها. ولنا ديجا انا حاطه الفور نتاعي يسخن على 200 درجه باش نخليوها 10 دقائق تطيب على 200 درجه، ومن بعد نوطيو عليها الفور. شفتوه زاد الثاني كيف تضاعف الحجم نتاعو تبارك الله. كما قلت لكم خليتها 10 دقائق تطيب على 200 درجه، الفور شاعل من الفوق ومن اللوطه، ومن بعد وطيت عليها 170 وخليتها نص ساعه. ولازمكم ديما تفقدوها يعني كان حمارت برشا من الفوق تنجموا تلفوها ببابي ألمنيوم. شوفها تبارك الله بعد طابت وطلعت بالكدا بالكدا. دهنتها بشويه زبده باش تعمل كنلقه مزيانه، والبلاطو الثاني زاد حضر هما حضروا مع بعضهم. دهنتهم الزوز بالزبده وشوفوا تبارك الله، والريحه ما نحكي لكمش بالرسمي نودكم ولا نشهيكم. طب باش نخص معاكم دي مغسول باش تشوفوه من داخل كيفاش وراه طري على الاخر. بويسك انا ما استعملتش مواد حافظه، مهم ياسر انكم كي باش تستعملوا الخبزات تقصوا جوست اللي تستحقوه، والباقي تحطوه في الفريجيدير باش هكاك ينجم يقعد لكم اطول وقت. وراي الخبزات هذو ينجموا يقعدوا حتى جمعتين في الفريجيدير وما يصير لهم شيء، جوست لازمكم تخليوه في الفريجيدير مش برا سينو يفسد لكم. شوفوا من داخل كيفاه، شوفوا الطراوه وشوفوا الخفه وشوفوا كيفاه تحسها الخبزة مهوية من داخل.
اللي حابين نوريكم قد ايه الخبزة طرية وكل بانش. وتو باش نوري معاكم ساندويتش صغير، شوفوا زيت تبارك الله برسم شخت عليهم على الاخر على الاخر. شوفوا كيف طري ايبانج على حاله. ان شاء الله غزات اليوم عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتبعثوا لي في روتور sur Facebook et Instagram. À la suite, à bientôt.